شفتوا حكمة ربنا. شفتوا حكمة ربنا ان واحد فلاح ما عندهوش ضمير ولا مبدأ ولا اخلاق وعايز يودي الشوال كله طين وزبالة ب19 وب20 ألف يا جدعان. 19 و20 ألف والفلاح ما يملاش عينه غير التراب. تنظلم ويطلع ميتين ابوها وتقعد يومين 3 بالشوال، وبعد ما تقعد يومين 3 تطلع كمان خسرانه فيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. كنت بعبي بطاطس النهارده في ابو حمص، بس كنت بتمنى ان اليوم يعدي. والله العظيم بتمنى ان شويه البطاطس دول يتعبوا ويغوروا في نصيبه. بتقولي كده ليه يا ام محمد؟ هقول لكم انا بقول كده يا جماعه لان في فلاح ما يتقلعش من الجزم، في فلاح ما يملاش عينه غير التراب، في فلاح ما يعرفش يعني ايه ربنا ويعني ايه رزق ربنا قسمهوله، في فلاح ما يعرفش الا قله الضمير، وفي فلاح يعرف الضمير وما يرضاش يعمل حاجه تغضب ربنا. انما في فلاحين ولاد 60 في 70. اقسم برب العز احنا كنا بنعبوا النهارده عندي يحتبري، استغفر الله العظيم يا رب. يهود عارفين يعني ايه يهود ان هم عايزين يعبوا يا جماعه تراب ايه يا جماعه؟ تراب ايه؟ اقسم برب العزه البطاطسايه كلها عليها طين، ومع ذلك بيعبوا بحاله. مفيش واحد فيهم بيشيل الطينه اللي على البطاطسايه. ضارب بيحطه، مفلق بيحطه، طين ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. عايزين يكبروا في الكوم وربنا طرح لهم البركه يا جماعه، يعني ربنا طرح لهم البركه، ومع ذلك عمالين يكبروا في الكوم بالطين والمفلق والضارب اللي عايزين يحطوه في قلب الشوال. اليهود اللي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، ناس ما تعرفش يعني ايه ربنا. والله العظيم ناس ما تعرف يعني ايه ربنا، ان قسم لها رزق. والقرش بالحلال، قرش واحد بالحلال ابرك من مليون بالحرام. يعني اخد قرش بالحلال ابرك من ان انا اخد مليون بالحرام. وربنا واخد منه البركه وواخد منه الرزق وواخد مني الصحه وواخد مني كل حاجه حلوه ناعم عليا بيه، ربنا واخدها مني. طب ليه البطاطس ب19 ألف النهارده؟ 19 ألف، يعني من 16 ألف من قيمة 3 أيام. النهارده البطاطس ب19 وممكن بكره تكون بقت ب20 جنيه. يعني الطن ب20 ألف، ال1000 كيلو ب20 ألف. شفتوا حكمة ربنا. شفتوا حكمة ربنا ان واحد فلاح ما عندهوش ضمير ولا مبدأ ولا اخلاق وعايز يودي الشوال كله طين وزبالة، كله طين ومفلق ومكسر وكله. والله العظيم كنت بتمنى ان النهارده يعدي، بتمنى ان اخلص عبوه النهارده عشان خاطر الفلاح اللي ما عندهوش ضمير ولا عنده دين ولا عنده اخلاق وعاوز يعبي طين. الشوال فيه حوالي يجي 6 كيلو طين، 6 كيلو طين، والكيلو ب20 جنيه في قلب الشوال. لسه بقى فاضل نقولون عربيه وفاضل انفار وفاضل وكاله وفاضل البياعه يا عيني اللي لسه هتاخد من هناك من الوكاله وتروح تبيع، هتطلع 5 كيلو طين من قلب الشوال. طين محسوبه عليها الكيلو ب20 جنيه. يرضي مين؟ حد يقول لي كده يرضي مين يا جماعه؟ يرضي ربنا؟ لا، ما يرضيش ربنا. ربنا اسمه العادل، والناس دي يهود. استغفر الله العظيم يا رب، سامحني اني بقول كلمه زي دي، بس يهود. انا طفحت النهارده من العبوه، طفحت النهارده. انا نفسيتي مش راضيه عن العبوه اللي كنت بعباها النهارده، يعني نفسيتي مش راضيه عن عبوه الشوال اللي انا كنت بعباها النهارده، وكنت عايزه اخد بعضي وامشي عشان خاطر العبوه اللي عليها طين وعليها اندله وعليها اطران. الزبونه دي ذنبها ايه؟ ذنبها ايه الزبونه؟ ان هي تاخد بعضها وتروح تشتري شوال من الوكاله وتطلع منه يا عيني 5 6 كيلو طين
غير لما يكون كمان واحدة معدية مفلقة أو واحدة ضاربة كمان. ما احنا مش مسيطرين يا جماعة، مش مسيطرين. واقف 2 على الشوال ومش مسيطرين من شوية البهايم اللي بيفضوا والشوية اللي ما عندهمش ريحة الضمير. هتقولي يا أم محمد طب انت ما بتسيبيش البطاطس وتمشوا ليه؟ بتاخدوها ليه لما العبوها مش عاجباكم؟ هقول لكم السوق قابل. أبسط الأمور هقول لكم يا جماعة، السوق قابل، السوق قابل. وما السوق قابل لو تراب، مدام السوق قابل لو تراب. عايزه اقول لكم برضو ان البطاطس يا جماعه، البطاطس يا جماعه، البطاطس محصولها خفيف قوي قوي السنه دي. محصولها خفيف، وقبل من المحصول الخفيف كده يبقى بردك في اسعار. وممكن بكره نعبي ب 20 جنيه، يعني ممكن نعبي العبوه بكره ب 20 جنيه. حد يصدق؟ حد يتخيل؟ في فلاح كان مصدق ان السنه دي ان هو يعبي البطاطس ب 19 وب 20,000، ب 19 وب 20,000 يا جدعان، 19 و 20,000. والفلاح ما يملاش عينه غير التراب، الفلاح ما يملاش عينه غير التراب. معذره طبعا يا جماعه، ومع كل احترامي لكل فلاح محترم وكل فلاح عنده ضمير وكل فلاح بيحب يخلي الزبون او الزبونه اللي تاخد شوال تاكل لقمه عيش من ورا منه. انما في فلاحين ولاد استغفر الله العظيم يا رب، في فلاحين ما يعرفوش يعني ايه رب، في فلاحين ما يعرفوش يعني ايه غير الفلوس، في فلاحين ما يعرفوش غير الجنيه. الجنيه 19,000 ومش عاجبهم، 19,000 وعايزين يعبوا تراب، 19,000 وعايزين يحطوا طين، 19,000 وعايزين يحطوا مكسر ومفلق ومطين على دماغتهم ودماغه اللي جايبينهم ودماغه كل فلاح بالمنظر دي. والله العظيم مش عارفه اقول ايه، اقول ايه وعيد ايه، اقول ايه على كل واحد وكل فلاح ما عندوش ريحه الاخلاق ولا ريحه الضمير، على كل فلاح شايف نفسه ان هو بيعمل يعني بيجيب سلعه كانها مش موجوده في السوق، بيجيب سلعه كانها اصلا هو الوحيد هو اللي مخترعها. ما يعرفش ان الرزق من عند ربنا، وما يعرفش ان دي رزق ربنا بعتهوله، ويحمد ربنا عليه، يحمد ربنا ويبوس ايده ووشه وظهر كده. لا، انا اعبي تراب كمان عشان الكوم يزيد، اعبي تراب كمان عشان خاطر اجيب فلوس، اعبي تراب كمان عشان خاطر الفلاحه اللي تاخد شوال تنظلم ويطلع ميتين ابوها وتقعد 2-3 بالشوال، وبعد ما تقعد 2-3 تطلع كمان خسرانه فيه. اللي طلعت وقعدت 2-3 بالشوال تبيعه والاخر كمان ان هي تطلع كمان خسرانه، تطلع كمان تشيل من جبهه عشان خاطر فلاح ما عندوش ريحه الضمير، وفلاح ما عندوش اخلاق، وفلاح ما عندوش مبدا غير هو مبدا القرش، مبدا الفلاح مبدا القرش بس. اللي زي دي احترامي طبعا لكل الفلاحين، عشان ما فيش حد يقول انتوا بتغلطوا فينا. انا بغلطش في حد، انا بغلط في الفلاح اللي ما عندوش ضمير، بغلط في الفلاح اللي ما عندهوش اخلاق ولا مبدا غير هو مبداه مبدا الفلوس بس. دي اللي بغلط فيه. فكرش انك انت مثلا لما تعمل كده ربنا هيبارك، اوعى تفكر انك انت لما تعمل كده ربنا هيبارك. لا، انت هتاخد من هنا وربنا هياخد من الناحيه التانيه. عارف يعني ايه ربنا هياخد من الناحيه التانيه؟ اوعى تفكر انك انت هتكسب ولا هتربح. هيجي لك شويه مرض او هيجي لك شويه تعب يطلعوا عينك بره، يجي لك شويه تعب او شويه مرض يطلعوا عينك بره، ووقت ساعتها مش هتلاقي حد ينفعك، مش هتلاقي حد ينفعك. فاتق الله، اتق الله، اتق الله كده، وقول الحمد لله على اللي ربنا رزقني بيه. فضل ونعمه، فضل ونعمه، فضل ونعمه يا جماعه من عند ربنا، فضل ونعمه. 19,000 البطاطس ومع ذلك الفلاح ملوش قدره. 19,000 البطاطس و20,000 ومع ذلك الفلاح ما عندهوش ريحه القدره ان هو يحمد ربنا ويبوس ايده وشه وظهره. الفلاح دي ايه يا جماعه؟ انا عمري ما شفت كده، عمري ما شفت فلاح بالمنظر دي ان هو بيحط طين والله العظيم ما بيمسحوا البطاطسايه، البطاطسايه كلها طين. وطبعا الارض هنا في ابو حمص كلها اكترها طريه. هما بقى البطاطسايه ما بينزلوش الطينه من عليها، البطاطسايه سايبينها بتنط. فحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد، كل واحد ما بيرضاش بنصيبه ولا بيرضى باسمته. حسبي الله ونعم الوكيل في كل فلاح عاوز يضر غيره، مع احترامي لجميع الفلاحين. فسامحوني انا ما قلتش كل الفلاحين، انا قلت بعض الفلاحين،
ما عندهمش ضمير. انا قلت بعض الفلاحين ما عندهمش ضمير، فحسبي الله ونعم الوكيل. كل واحد ما بيحمدش ربنا على اللي ربنا قسمه له. حسبي الله ونعم الوكيل.